تخيل كده لو حد جه قالك إنه ممكن يبقى عندك القدرة إنك تعرف مستقبلك وكل اللي هيحصل في أيامك اللي جاية، وإنك هتكون المتحكم الأول والأخير في كل أمور حياتك. يا ترى إحساسك هيبقى إيه؟ وشكل حياتك هيبقى عامل إزاي؟ ناس كتير فاكرة إن قراية الفنجان ومعرفة المستقبل بتحقق لهم نوع من الأمان، بتخليهم يتوهموا إنهم امتلكوا قوة خارقة يقدروا بيها يسيطروا على كل حاجة بتحصل لهم، وفاكرين إنهم ممكن يمنعوا أي عقبات تقف في طريق حياتهم، ويوصلوا إن كل حياتهم تبقى متوقفة بس على قراية الفنجان. وده بالظبط اللي حصل لبطلة الرواية اللي هنتكلم عنها، وهنمشي معاها مشوار حياتها من ساعة ما كانت حياة هادية مستقرة لحد ما اتشقلبت حياتها 360 درجة. رواية دلق القهوة خير للكاتبة نسرين فهمي، اللي حكت في كتابها قصة رؤية بطلة الرواية. كانت بتعيش حياة هادية جميلة مستقرة، كانت مليانة نشاط وحيوية، حياتها أشبه بلوحة فنان مرسوم تفاصيلها بدقة متناهية، وما كانتش شايفة فيها غير روعتها. وما بين بيتها وجوزها وولادها وسفرياتها وخروجها مع صحابها كانت بتعيش أسعد أيام حياتها. جوزها مراد بيشتغل طيار، كان بالنسبة لها الحب والاحتواء والأمان، وكان كل همه في الحياة إنه بس يسعدها. ولما كان بيسافر في رحلاته ويرجع بتكون مستعدة أتم الاستعداد لاستقباله والاحتفال برجوعه لبيته كأنها عروسة في ليلة الزفاف. ولادها حسين جميلة وخديجة كانوا هما كل حياتها، كانت شايفة نفسها واحدة منهم، جواها طفلة مش شايلة للدنيا هم. أختها رقية أكبر منها ب5 سنين، كانت بمثابة الأهل كلهم، قريبة منها جدا، وكانت مسؤولة عنها مسؤولية الأم الحنون لولادها. وصديقة عمرها مي أقرب صديقة ليها من أيام الجامعة، شبه بعض في حاجات كتير، ودايما كان بينهم تفاهم وقرب وعشرة. كانت مي دايما بتحلل نظرة رؤية وتعرف اللي بتفكر فيه من قبل ما تقوله، والحياة بتمر بشكلها الجميل ده. وفي يوم من الأيام كان عيد ميلاد رقية، زارتها رؤية عشان تحتفل بيها، لكن كان في لمحة حزن في عيون رقية، وكان بسبب إن جوزها عنده مشاكل في الشغل واحتمال يسيبه. قعدت معاها شوية وهدتها وبعدين مشيت. بعدها راحت رؤية لمي في بيتها، لأن كان في اتفاق بينهم إنهم يتقابلوا. ولما دخلت لقت حاجة غريبة، لقت مي بتصور فنجان قهوتها وبتبعته لواحدة في الموبايل، وشافت صورتها. كانت ست جميلة، لكن كان فيها شيء غامض ومثير وملامح قوية. اسمها نور، كانت صديقة لمي من أيام المدرسة، بس سافرت مع والدها اللي كان بيشتغل في السلك الدبلوماسي وفضلت عايشة برا. وعرفت رؤية من مي إن نور بتقرأ لها الفنجان دايما، واستغربت جدا لأن رؤية طول حياتها ما بتصدقش أبدا في الحاجات دي، ورافضة الفكرة إن حد يؤمن بقراية الفنجان أو يتنبأ بالمستقبل والغيب اللي ما يعرفوش غير ربنا. فمي قالت لها: انتي عارفة إنك ظهرتي في آخر فنجان نور قريتهولي، وقالت لي إن جوز رقية أختك عنده مشاكل في الشغل وإنه هيسيبه، بس هتكون بداية لشغل جديد. صعقت رؤية من الكلام اللي سمعته، عقلها وقف للحظات. إزاي عرفت نور مشكلة جوز رقية اللي هي نفسها ما كانتش تعرفها إلا من ساعة؟ وخرجت رؤية من عند مي والأفكار والتساؤلات بتكتر جوه دماغها، وسألت نفسها: طب لو الحاجات دي خرافات فعلا، فإزاي الخرافات دي بتتحقق دلوقتي؟ حاولت رؤية تتناسى الموضوع كأن مفيش حاجة حصلت، ورجعت لحياتها الطبيعية، بس للأسف ما قدرتش. فضلت الأفكار ملازماها طول الوقت، ورجعت تفكر من تاني: إزاي ممكن يحصل ده؟ وهل معنى كده إنها ممكن تعرف اللي هيحصل في المستقبل؟ وحست إن الفضول بيحركها، وإن نفسها تخوض التجربة، بس خوفها منعها، وحاولت تقنع نفسها إن خوفها ده نابع من جهلها بموضوع التنبؤات، ومش هتخسر حاجة لو جربت. احتارت رؤية كتير وسألت نفسها: هل تستجيب لفضولها ولا تنزوي بخوفها عن الطريق المجهول ده؟ ومرت الأيام لحد ما مي عزمت رؤية لأولى جلساتهم لقراية الفنجان. فضلت رؤية تحاول تسيطر على فضولها لحد ما اتفاجئت بنفسها قبل ما تفاجئهم وهي بتدق جرس الباب، وفتحت لها مي وهي مستغربة لأنها ما كانتش متوقعة إن رؤية هتيجي. دخلت رؤية وتعرفت على نور، وطلبت مي منها إنها تشرب القهوة، وبالرغم من إن رؤية ما بتحبش القهوة ولا عمرها شربتها، لكنها وافقت وقلبت نور الفنجان. وفي اللحظة دي اتقلبت معاها حياة رؤية، وكانت المفاجأة
نور قالت لها على حاجات حقيقية في حياتها محدش كان يعرفها. قالت لها تاخد بالها لأن في مفتاح هيضيع منها، وفعلا كان مفتاح العربية. قالت لها كمان إن ابنها حسين هيتعب تعب بسيط بس هيبقى كويس. وفعلا وهي موجودة معاهم جالها تليفون من مدرسة حسين وعرفت إنه تعب بالزايدة. وفي اللحظة دي انهارت رؤية، وكأن القدر اتفق مع الفنجان عشان يأكد لها مدى صحة اللي نور بتقوله، وينزع اللي باقي جواها من بقايا إيمان إن كل الخرافات دي ملهاش وجود. ودي كانت الجلسة الأولى بس مش الأخيرة، وأول مرحلة من مراحل انقلاب حياة رؤية رأساً على عقب. وفضلت رؤية عايشة أيامها وهي مسيطر عليها تماماً قراية الفنجان. فضل الصراع قائم جواها بين الفضول إنها تعرف إيه اللي ممكن يحصل بعد كده، وبين إنها توقف الموضوع ده وتبعد تماماً. كانت في حيرة ومش عارفة تاخد قرار. فضلت رؤية تفكر لحد ما استحوذت عليها فكرة البحث عن حقيقة الفنجان، وعن طريق النت وصلت لحقيقة جملة دلق القهوة خير اللي اتعرفت إنها في التراث في واحدة من القصص القديمة اللي بتحكي عن ملك وكان له خادم مسؤول عن تقديم القهوة لضيوفه. كان اسمه خير وكان كبير في السن، بتهتز إيده دايما وهو بيقدم القهوة، واعتاد في آخر أيامه إنه يدلق القهوة وهو بيقدمها. ومن هنا ظهرت المقولة اللي بتقول دلق القهوة خير، ومعناها إن خير هو اللي دلق القهوة، وبقت أشهر الكلمات المأثورة على الرغم من إن مفيش علاقة بين الخير ودلق القهوة. وكملت بحث ولقيت إن قراية الفنجان اتعرفت زمان باسم التاسيجرافي، وإن ليها جذور قديمة بدأت في الصين بقراية أوراق الشاي، وكان بيمارسها حتى رجال الدين. ولما انتقلت للشرق الأوسط بدأوا يقروا القهوة بدل الشاي. وعرفت كمان إنه لما بيحصل امتزاج لذرات القهوة اللي بيشربها الإنسان بذرات الفنجان عن طريق شهيقه وزفيره، هو ده اللي بيكون الرسوم والأشكال اللي بتبان واضحة على جوانب الفنجان وفقاعه. وبعد بحث مكثف عن الفنجان ما قدرتش رؤية إنها تلاقي أسباب منطقية للأحداث اللي حصلت. كانت في حالة مضطربة جدا، عقلها مشوش. كانت أكتر حاجة شغلة دماغها إن نور قالت لها على أحداث ما كانتش لسه حصلت، فاستولى الفضول عليها إنها تعرف كل حاجة هتحصل في حياتها. جالها إحساس إنها هتسيطر على حياتها بردود أفعال منظمة. حست إنها تمتلك قوة خارقة وإنها المتحكمة الأولى والأخيرة في كل حياتها. فقررت إنها تروح لمي لأنها عزمتها على الفطار هي ونور. طلبت رؤية من نور إنها تقرأ فنجانها، ونور رصدت لحظات من حياة رؤية كأنها عايشة معاها. والأغرب كمان إن نور قالت لها على مشاعرها اللي كانت حساها في المواقف دي، وده اللي صدم رؤية. وبعد لحظات صمت قالت نور لرؤية إن حياتها هتتحول تماماً وهتتغير فيها تفاصيل كتير، وإنها هتبقى واحدة تانية. قالت لها إنها هتمشي من البيت وتروح لبيت أكبر وهتعيش حياة سعيدة، لكن مع حد تاني غير جوزها لأنه مش هيعيش كتير. انهارت رؤية، كانت رافضة تصدق كل ده. وفي اللحظة دي افتكرت كل ذكرياتها الحلوة اللي جمعت بينهم. سيطر عليها إحساس الرعب من إن جوزها وحبيب عمرها ممكن يموت. ومن اللحظة دي بدأت تاني مراحل الانقلاب في حياة رؤية. وصلت لقرار إن مراد لازم يسيب شغله في الطيران عشان تحميه من أي حاجة ممكن تحصل، وفعلا طلبت منه ده بعد ما حكت له على كل اللي اتقال في الفنجان. ما استوعبش مراد كلامها لأنه مقتنع إن الأعمار بإيد ربنا وحده، ورفض رفض تام، وفضل قاعد جنبها لحد ما نامت وسافر. وتاني يوم اتفاجئت رؤية بسفر مراد، وفضلت تتصل بيه كتير جدا. كان تليفونه مقفول، ولما رد عليها بعد كده عرفت إنه رجع من سفره وإنه عنده مشوار مع زميله عليه. كانت متعصبة جدا، كانت عايزة تشوفه وتطمن عليه. كلمها بعصبية وقال لها إنه هيخلص المشوار وبعدين هيجي البيت. وفي اللحظة دي سمعت صوت تصادم العربية. كانت حادثة عملها مراد ومات في الحال. اتصدمت رؤية صدمة عمرها. كان صعب جدا إنها تستوعب إن مراد ما بقاش موجود في حياتها، وعاشت في حزن كبير لأيام طويلة مرت عليها بصعوبة. وفي يوم جالها مكالمة تليفون من عمر أخو علي، زميل مراد اللي كان معاه يوم الحادثة. استقبلته في البيت، وكان عمر محامي مشهور وشخصية جميلة ومحترمة. وبعد اتصالات ومقابلات ما بينهم قال لها على كل اللي حصل يوم الحادثة. قال لها إن مراد كان راح له المكتب قبلها وصمم إنه ينقل
كل أملاكه باسم رؤية عشان ما يديش فرصة لأخوه محمد إنه يتحكم فيها وفي الولاد، لأنه كان شخص طماع وحقود. وتوالت المقابلات والزيارات بين عمر ورؤية وقربوا جدا من بعض، وولادها كمان اتعلقوا بيه قوي وشافوا فيه مواساة لهم عن فقدان أبوهم. ومع الوقت حست رؤية بمشاعر تجاه عمر، وهو كمان كان عنده نفس المشاعر. لكن رؤية كانت بتتعذب من إحساس جواها بالخيانة لمراد. لكن رقية أختها فضلت تشجعها وطلبت منها إنها تدي لنفسها فرصة تانية عشان ترجع لحياتها من تاني. وفعلا بدأت مرحلة جديدة في حياة رؤية، مرحلة فيها سعادة وحب واستقرار مع عمر اللي عوضها عن كل اللي شافته. وتم ارتباط رؤية وعمر، ونقلت معاه لفيلته الكبيرة الجميلة، وكانت سعيدة جدا بحياتها معاه. لكن في نفس الوقت كانت مستغربة من النقلة اللي حصلت في حياتها. عمر كان بيعبر عن مشاعر حب وحنان واحتواء ليها ولولادها بالكلام وبالفعل، وكانت رؤية سعيدة جدا. لكن سعادتها ما دامتش كتير. في ليلة بعد رجوع عمر ورؤية من سفرية شهر العسل، استقبلوا مي ونور في الفيلا، وكان عمر موجود. ونور قالت له الفنجان، قالت له على اسم أخته ليلى اللي هي جواها حاجة وحشة من ناحيته. وفعلا عمر قال لها إن كلامها مظبوط، وقالت له إنه هيسافر سفرية طويلة ومش باين هيرجع إمتى، وكمان هيجيله فلوس كتير. وبعد كده عمر استأذن عشان كان عنده شغل. ونور ومي ورؤية قاعدين مع بعض. مسكت نور فنجان رؤية، لقيت بقايا القهوة فيه منشفتش واندلقت على لبس نور. سألتها رؤية ليه القهوة منشفتش؟ نور قالت لها دي دموع الفنجان. استغربت رؤية جدا من الكلمة دي، وسألت نور عن معناها. قالت لها يعني في شوية حزن جايلك. وقامت بسرعة ومشيت. رؤية كانت في صدمة وانهيار وتفكير في ايه هو الحزن اللي جايلها، وخصوصا انها كانت متأكدة ان نور مخبية عليها حاجة. كان شغلها الشاغل انها تعرف ايه اللي كان في الفنجان. كانت بتتعذب، خصوصا ان الكلام اللي قالته نور لعمر لما قريت له الفنجان طلع مظبوط. وفي نفس اليوم لما راح مكتبه عرف من أخوه علي إن الشركة الأمريكية اللي هو بيشتغل فيها طالبة عمر يروح يشتغل هناك في أمريكا. فقررت رؤية تروح لمي عشان تعرف من نور إيه اللي كان في الفنجان. وصدمتها نور وقالت لها إنها مش هتعيش كتير. وللمرة الثالثة بتنقلب حياة رؤية رأسا على عقب. سيطرت عليها فكرة إنها هتموت، وكان كل اللي شاغلها ولادها إزاي هيعيشوا من بعدها، وأكيد عمهم هياخد فلوسهم كلها. فكرت إنها تنقل كل فلوس ولادها اللي باسمها وتكتبهم باسم عمر، لأنه الوحيد اللي هيكون أمين وحنون عليهم بعد موتها. وفعلا نفذت الفكرة دي. عاشت رؤية حياة صعبة جدا. كانت عايشة إحساس إنها لازم تكون قاسية على ولادها وتحسسهم ببعدها عنهم عشان يتعودوا على البعد ده وما يتصدموش بعد موتها. كانوا مستغربين جدا من معاملتها ليهم، وفي حالة حزن من التغيير ده، وشوية شوية بعدوا عنها. مر وقت طويل ورؤية زي ما هي بنفس حالتها، لحد ما جت لها رقية البيت، وكانت غضبانة جدا لما حكت لها مي على كل اللي حصل. لكنها احتضنت رؤية وكلمتها بحنان وقالت لها إنها لازم تسافر وتعمل فحوصات عشان تطمن. سافرت رؤية وعمر أمريكا عند علي أخو عمر وعملوا الفحوصات. وعمر كمان قال إنه هيعمل الفحوصات عشان كان تعبان بقاله فترة. ورجعوا مصر وطلبوا من علي إنه يبعت لهم نتيجة التحاليل. ومرت أيام وعلي ما بعتش النتيجة، وحست رؤية إنها خلاص قربت من النهاية. لكن اللي عرفته بعد كده كان هو المفاجأة. عرفت إن عمر لازم يستأصل جزء من الأمعاء بسرعة جدا، لأن مرض سرطان المعدة متوغل وفي مرحلة متقدمة، ولازم يسافر أمريكا ويعمل الجراحة هناك. سافرت رؤية مع عمر ودخل عمل العملية، وكانت النتيجة إنه دخل في غيبوبة نتيجة نزيف شديد جدا، وما كانش معروف هيفوق من الغيبوبة إمتى. لكن للأسف مات عمر. ورجعت رؤية وعلي لمصر، وكانت رؤية في حالة ذهول وقت العزاء. في الوقت ده جت لها مي وقالت لها إنها عارفة إن مش ده الوقت المناسب للكلام اللي هتقوله، لكن عشان علي مسافر لازم تتكلم معاه في موضوع إنها نقلت فلوس ولادها باسم عمر. وافقت رؤية واتكلمت مع علي، وطبعا ما كانش مصدق ولا مستوعب إن في حد ممكن يعمل كده في ميراث ولاده بسبب فنجان. وقال لها إنه مش لوحده في موضوع الميراث ده، وإن في إخواته البنات ولازم يعرفوا الموضوع
ويشوفوا هيعملوا إيه. وصلت رؤية لمرحلة إنها مغلوبة على أمرها، مش عارفة تعمل إيه. حست بندم فظيع على اللي عملته في حق ولادها. اقترحت عليها مي إنها ترجع ولادها لحضنها وتعوضهم عن كل اللي فات. وبعد أيام رجع علي وطمنها إن فلوس ولادها هترجع لها، بس هي مسألة وقت. ورجعت رؤية والولاد لفيلا مراد اللي عاشت فيها أسعد أيام حياتها، وكانت بتحاول إنها ترجع لحياتها القديمة. وفكرت إنها تدخل المرسم اللي كان مراد عمله لها وتبدأ ترسم من تاني. وفي يوم زارتها مي وكانت سعيدة جدا بالتغيير اللي حصل لها، وإنها رجعت تقرب لولادها زي ما كانت قبل كده. وطلبت مي من رؤية إنها تشرب قهوة، وقلبت مي فنجانها. في اللحظة دي حست رؤية إنها مش عايزة تشرب القهوة تاني، لأنها حست بالندم على كل حاجة حصلت في حياتها بسبب فنجان القهوة. كانت رحلة طويلة قوي خلتها ما بقتش عايزة تعرف إيه اللي جاي في مستقبلها، ولا حتى عايزة تفكر فيه. هي بقت عايشة لولادها واللحظة اللي هي فيها وبس. مي مسكت فنجانها وقالت، بس ما يمنعش إن الفضول موجود. مسكت رؤية فنجانها ودلقت كل القهوة اللي فيه من غير ما تشربها، وابتسمت لمي وقالت، دلوقتي بس عرفت ليه دلق القهوة خير. وبكده الرواية خلصت. ومن كل اللي حصل في أحداث الرواية وصلنا لحقيقة إن الجهل بالشيء أفضل كتير، وكذب المنجمون ولو صدفوا. دمتم بخير.